ده هو الجزء الخامس من حكاية شو. لو ما شفتش اللي فات هتلاقي الرابط في الوصف، ويلا نبدأ. أول دفعة من الكهرباء بتملى الأوضة، وده بيخلي الكل يتخض ويتوتر. مدير المدرسة اللي مش مصدق اللي بيحصل بص للشاو ياو وسأله بخوف: إيه اللي بيحصل هنا؟ بس وو يوان وسويون كانوا فرحانين جدا ووشوشهم فيها حماس غريب، وقالوا إن الوضع كده مؤكد خلاص. قوته كانت كبيرة لدرجة إنها عملت حمل زيادة على الجهاز الصغير، وده معناه إن مستواه لازم يكون على الأقل لفئة اس. لما اتأكد إن شو جينج من الفئة اس، المديرة جانج شاو ابتسمت وقالت في نفسها إنهم راهنوا على الشخص الصح المرة دي. وبمجرد الإعلان حصل بدأت حرب مزايدات ناري. ويوان من جامعة جينج سيتي فتح أول واحد المزايدة وصرخ بحماس: الجامعة بتاعتنا هتدي شو جينج مينج مكافأة قبول قيمتها 4 مليون، وكمان مجموعة كاملة من المعدات من الفئة سي، ودخول مجاني لكل أساليب التدريب القوى الخارقة لمدة 4 سنين. سويون من جامعة تشينج جينج ضحكت بسخرية من عرضه، وبصت له شوجينج بابتسامة جذابة كده وقالت له: أنا هقدم عرض أحسن، 5 مليون مكافأة قبول ودخول مجاني لمدة 4 سنين لكل أساليب التدريب القوى الخارقة وتقنيات القتال من الفئة اس. شوجينج اللي ما كانش مصدق اللي بيسمعه اتصدم من عرضها السخي جدا. بس بعدها جانج شياو يوي من جامعة مودو للقوى الخارقة دخلت اللعبة بخطوتها الخاصة. قالت إن جامعة مودو ما بتديش مكافآت مالية ولا معدات، بس ممكن توازي العروض التانية في أساليب التنمية. بعدها فجرت المفاجأة وقالت إنها كمان هتوفر مورد تنمية من الفئة اس. الكلمة دي عملت صدمة عند وو يوان وسويون لأنهم عارفين يعني إيه مورد فئة اس. شوجينج اللي ما كانش فاهم المصطلح سألها: هو إيه مورد التنمية من الفئة اس؟ جاوبت جانج شاو يوي وقالت: أكيد سمعت عن الوحوش الشرسة من نوع تنانين. دي مخلوقات قوية جدا بالفطرة، بتتولد على مستوى عالي من الفئة الرابعة أو الخامسة، وبتتفوق بكتير على أي وحش تاني. وبعدها كشفت عن المفاجأة الأكبر: مورد الفئة اس اللي عندنا هو دم قلب وحش تنين بالغ من الفئة الثامنة، واللي يشرب الدم ده جسمه بيتطور بشكل مرعب وبيوصل لقوة بدنية تقرب من قوة وحش التنين حقيقي، وكل مورد من الفئة اس بيبقى بنفس المستوى ده. الكلام سكت الكل. سويون قالت بصراحة إنها حتى هي نفسها اتغرت بالعرض ده، وقالت إن مودو غنية فعلا. ويوين قال باندهاش إن موارد الفئة اس دي عادة بتبقى بس للأفضل الطلاب، وإن تقديمها لطالب جديد حاجة أول مرة تحصل. الاتنين فهموا خلاص إنهم مش قادرين ينافسوا العرض ده. بعد كل العروض دي التلاتة وقفوا قدام شو جينج مينج وقالوا له: دلوقتي وقتك تختار. ابتسم شو جينج مينج بثقة وقال من غير أي تردد: أنا بختار جامعة مودو للقوى الخارقة. بعد ما اختار شرح سبب قراره وقال إنه اختار جامعة مودو مش بس علشان العرض الكبير، لكن كمان عشان تدريبها القتالي هو الأفضل في تحالف الجامعات كله. وبما إن أغلب المؤسسين الكبار جايين من مودو، فهو شايفها المكان الأنسب ليه. انحنى لسويون ووو يوان وقال لهم: أنا بشكركم على عروضكم. الاتنين باصين عليه بخيبة أمل، والجو كان فيه شوية صمت كده. المديرة جانج شياو كانت مبسوطة جدا بقراره، وجهزت له خطاب القبول للامع وقدمت له الترحيب بنفسها. وقالت له: الطلاب الجدد بيلتحقوا في أول سبتمبر كمجندين خاصين، بس لو حبيت تسجل بدري مفيش مشكلة، وهنوفر لك مكان إقامة كمان. شو جينج مينج كان متحمس جدا وسألها لو يقدر يبدأ يتدرب بدري أو يوصل لأساليب القوى الخارقة وتقنيات القتال في المكتبة. جانج شاو وافقت فورا وقالت له إنها كمان هتوفر له غرفة دراسة خاصة. ادته بطاقة الاتصال بتاعتها وقالت له يتواصل معاها أول ما يوصل لمدينة السحر. مسك خطاب القبول وبص على المديرة المبتسمة وقال بحماس: أنا مش قادر أستنى لما أبدأ التسجيل. بعد شوية شو جينج مين كان واقف في محطة القطر، شنطته جنبه وعينه كلها حماس. الإعلان في المحطة كان بينادي: ركاب قطار جي 921 المتجه لمدينة السحر، تفضلوا بالصعود. عمته شيو تشينج وان كانت متأثرة جدا، دموعها نازلة، وزوجها تانج دايني بيواسيها بابتسامة فخورة وقال: ابنك كبر خلاص، لما يمشي شياو مينج هيطير لفوق. تانج جي كانت واقفة بتبص، وساعتها والدها قال لها: يلا بقى نبدأ نملى اختيارات الجامعات بتاعتك، طالما بنت عمك راحة جامعة مدينة السحر للقوى الخارقة، اختاري جامعة هناك انت. شيو تشينج وان وافقت وقالت: هيبقى حلو لو الاتنين يراعوا بعض هناك. طيب. تانج جي ردت بهدوء وهي متوترة شوية. وفي القطر ومع بقى 6 ساعات على الوصول، شو جينج مينج كان قاعد بيذاكر فعلا. قال في نفسه إن أهم مكافأة من الامتحان كانت طريقة تدريب بحر المعرفة الشامل زي القوى الخارقة. أساليب التدريب ليها كمان تصنيفات: مبتدئ، متوسط، متقدم، ونيخبة. ظهر رسم بياني قدامه بيوريه إن كل ما المستوى يعلى سرعة التدريب والقوة اللي بياخدها بتزيد. وأثناء الرحلة ركز شو جينج مينج على دراسة طريقة تدريب سي الشامل،
واعتبرها تقنية متوسطة المستوى، ولاحظ إنه بقوته الروحية اللي وصلت ل 180 قدر يحفظها في نص يوم بس. افتكر إنه لما بدأ يطبق الطريقة قدر يحس بالطاقة الخارقة اللي في العالم من أول يوم تدريب، وده فتح له اختيار جديد في لوحة النظام بتاعته في علامة بلس جنب مستواه، وده معناه إنه يقدر يترقى من مستكشف إلى مستخدم قوة خارقة، بس قرر يأجل الترقية شوية. كان شو جينج مينغ فاكر إن دليل التدريب بيقول إن كل ما طريقة التدريب اللي بتستخدمها للاختراق تكون أعلى في المستوى، الفوائد اللي هتاخدها هتكون أكبر. وعشان هو عارف إنه قريب جدا هيبقى عنده فرصة يوصل لأساليب النخبة في الجامعة، قرر ما يضيعش الفرصة باستخدام طريقة متوسطة دلوقتي. ولما وصل أخيرا لمدينة السحر كان مبهور بالجامعة من أول نظرة. من جوه العربية شاف إن مساحة الحرم الجامعي ضخمة جدا بتمتد لمئات المقطار، المنظر كان فعلا خيالي. في اللحظة دي المديرة جانج شالو وصلت بسيارة رياضية حمراء ونزلت بابتسامة واسعة وقالت له أهلا بيك يا شو جينج، اركب معايا نروح نخلص إجراءات القبول. وهم ماشيين بالعربية جوه الحرم الجامعي، الطريق كان محاط بأشجار الكيراز اللي بتدي شكل ساحر جدا. بدأت المديرة تتفاخر بحجم الجامعة وقالت بفخر: الجامعة بتغطي مساحة 40,000 مو، حتى الطلبة اللي بيجوا زيارة مش ممكن يلفوا الحرم الكله في يوم واحد. شو جينج بينج كان مشدود جدا وقلب انبهار، واضح إن المشاهدة أحسن من السمع فعلا. بعد ما خلص التسجيل بسرعة سلمته المديرة بطاقة هويته الجديدة كطالب في مودو. البطاقة دي كانت شاملة يقدر بيها ندخل المهاجع وكل مرافق الجامعة. ولما قربوا من مكان سكنه الجديد بدأ يفتكر حياته اللي فاتت والمهاجع اللي كان فيه زمان، اللي كان بيتروح بين أوض ل4 أشخاص أو شقق بسيطة فيها 3 أوض نوم. بس اللي شافه بعد كده فاجئه تماما. وقف مذهول قدام مهجعه الجديد اللي طلع عبارة عن فيلا فخمة جدا. المديرة جانج شاو ضحكت وقالت له كل طالب في مودو بيعيش في فيلا، بس درجة الفخامة بتتحدد حسب ترتيبه ودرجاته، وبما إنك الأعلى في المقاطعة كلها فأنت ليك الفيلا الأكثر فخامة بمساحة أكتر من 800 متر مربع. وأضافت إن الفيلا دي مخصصة لشخصين، فيها دورين فوق وتحت، يعني كل واحد فيهم هيبقى ليه دور كامل. شو جينج مينغ فكر وقال لنفسه إن وجود زميل سكن مش وحش، يمكن حتى أحسن من الوحدة. بس برضه هو بيتأمل افتكر إن كونه يتيم كان دايما بيحب الإحساس الدافي بتاع المهاجع اللي فيه أكتر من شخص. وهم طالعين السلم جوه الفيلا المديرة قالت له دلوقتي بقى يا شو جينج لازم أشرح لك شوية حاجات مهمة عن الجامعة. وقعدت معاه في الصالون الفخم وقالت له عندنا نظامين رئيسيين لازم تفهمهم كويس، نظام الائتمانات ونظام الموجهين. بدأت بشرح نظام الائتمانات وقالت في جامعة مودو الائتمان هو كل حاجة بتستخدمه في كل المعاملات، من الأكل لشراء المعدات لأي حاجة تخصك هنا. وأوضحت إن الائتمان الواحد بيساوي تقريبا 10,000 عملة دكسياء. وبعدها قالت له إن في كذا طريقة يقدر بيها يجمع ائتمانات، واحدة منهم هي المبلغ السنوي اللي الطالب بياخده حسب تصنيفه. وبما إن شو جينج بانج طالب من الفئة S فهو هيحصل على 100 ائتمان سنويا. علشان توري له نادت على روبوت صغير على شكل كورة وقالت بصوت واضح إيفا. فجأة الجهاز طلع من الهواء ونطف قدامهم وطلع رسالة فيها إن رصيد شو جينج بانج بقى 100 ائتمان. المديرة ابتسمت وقالت دي إيفا، المساعد الذكي اللي موجود في كل سكن. جسمها الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي المركزي للمدرسة، والوحدات اللي في كل فيلا دي مجرد فروع ليها. بس خد بالك حتى الفرع ده مستوى ذكائه الاصطناعي من الفئة الرابعة وبيقدر يساعدك في كل حاجاتك اليومية. شو جينج مينج انبهر جدا وقال في نفسه إن التكنولوجيا في كوكب بلو ستار متقدمة بشكل خرافي عن اللي كان يعرفه في حياته اللي فاتت. بعد ما خلصت النقطة الأولى انتقلت للنظام الثاني وقالت أما النظام الموجهين فده اللي هيغير مستقبلك هنا. كل طالب يقدر يختار موجه يعجبه ويطلب يتعلم منه، بس لازم الموجه يوافق طبعا. شو جينج مينج اتفتح فضوله وسأل يعني أقدر أتعلم منه مباشرة لو وافق؟ ردت عليه بابتسامة وقالت بالظبط، كل الموجهين هنا عندهم قوة خارقة قوية جدا، وأغلبهم عندهم تقنيات قتال وأسلوب تدريب خاص بيهم اللي ما بيعلموش لحد غير لتلاميذهم الرسميين. وبصت له وقالت له بما إنك مستخدم عنصر البرق عندنا في الجامعة 4 موجهين متخصصين في البرق. وبعدين كملت وقالت أول واحد بترشحه لك هي يانغ جينتيان عميد أكاديمية الأسلحة. وبمجرد ما قالت كده إيفا نزلت ملف تعريفي قدامه في كل المعلومات عنه. يانغ جينتيان عنده 52 سنة من الرتبة ال7 العليا، قوته من الفئة A وعنصره هو البرق. كمان معروف إنه خبير في كل أنواع الأسلحة خصوصاً الرمح، وعشان كده بيسموه الرمح الرعد. الملف كمان بيقول إنه قاتل مرة حوت شيطاني من الفئة الثامنة لوحده لمدة 3 أيام و3 ليالي متواصلة لحد ما قتله بإيده. وبعد كده المديرة قدمت له كمان معلومات عن ال3 موجهين التانيين، بس ختمت كلامها وقالت له بابتسامة في النهاية القرار لك أنت يا شو جينج. شو جينج قعد يراجع الملفات ولما خلص ابتسم بثقة وقال في نفسه إن العميد يانغ جينتيان هو الاختيار المثالي، مش بس لأنه مستخدم برق زيه لكن كمان لأنه متخصص في الرمح، وده اللي بيخليه الموجه الأفضل بالنسبة له. بعد ما قرر راح بنفسه لمنطقة إقامة الموجهين. كانت منطقة هادية جدا مليانة مباني تقليدية واستغابة خضرة جميلة،
ولما وصل للبوابة الكبيرة لمقار يانج جنتيان اتصدم من الفخامة اللي حواليه. المكان كان أفخم حتى من فيلات الطلبة. قبل ما يدخل شاف شاب بشعر بني واقف بيتكي على تمثال أسد حجري، بص له وقال: أنت كمان جاي تطلب التوجيه من السيد يانج؟ ولما الشاب لاحظ إن شو جينج لسه مستيقظ وما وصلش لمرحلة المستخدم، استغرب وقال: أوه، واضح إنك مجند خاص، صح؟ شو جينج أومم وقال: أيوة بالظبط. الطالب التاني ضحك وقال: غريبة، في السنين اللي فاتت كان المجندين الخاصين دايما من المستوى الأول، المتوسط أو العالي. وبعدين عرف نفسه وقال: اسمي تان مينج يانج، طالب سنة تالتة في أكاديمية الأسلحة. شو جينج مينج ابتسم وقال له: أنا شو جينج مينج، طالب جديد لسه متسجل النهاردة. الطالب التاني بصله بدهشة وقال: يعني لسه متسجل وجاي تقدم على التوجيه كده بسرعة؟ واضح إنك ما بتضيعش وقت أبدا يا شو جينج. تان بيشرح إن أغلب الطلبة الجداد ما يعرفوش عن الموضوع ده غير بعد مسابقة الطلبة الجداد، وده اللي بيشد انتباه شو جينج مينج. تان بيكمل ويقول إن المسابقة دي تقليد جماعي بيتعمل بعد التسجيل بأيام قليلة، وكل الدكاترة بيتفرجوا عليها، والطلبة اللي بيقدموا أداء كويس بيختارهم أساتذة كتير، وبعضهم بيتاخدوا على طول كمساعدين من الموجهين نفسهم. وبيوضح إن رغم إن مش مستحيل إن حد متجند مخصوص زي شو جينج مينج يطلب التوجيه بدري، بس إنك تبقى تلميذ العميد بعد التسجيل على طول ده شبه إنك تكسب في اليانصيب. شو جينج مينج بيشكره بأدب على الشرح، وبيسأله إذا كان هو كمان جاي علشان يطلب التوجيه من المعلم يانج. تان بيتنهد وبيقول وإنه خلال ال6 شهور اللي فاتوا حاول كذا مرة، بس دايما كان بيترفض وكان خلاص هيستسلم، بس قرر يديها محاولة أخيرة. وقبل ما يكمل كلامه الباب الكبير بيتفتح وبيظهر راجل في منتصف العمر، يمكن يكون الخادم، وده بيخلي تاني يتفاجئ. الخادم وشه بيبقى لطيف وبيقول لهم إن المعلم يانج مستنيهم جوه وبيطلب منهم يدخلوا وراه. تان بيتصدم من الترحيب الحار ده وبيقول في نفسه: هو العميد مستنيني؟ ممكن دي تكون فرصتي الأخيرة؟ الخادم بياخدهم لحد أوضة فيها راجلين. شو جينج مينج أول ما يشوف الراجل الأكبر فيهم بيحس بطاقة قوية جدا منه، وبيلاحظ وقفته المئيبة ولحيته الرمادية الكاملة ونظراته الحادة، يعرف على طول إن ده العميد يانج جنتيان، وجنبه شاب شعره طويل واقف في احترام. العميد يانج جنتيان بيبص على شو جينج مينج مبصرة وبيقول له: أنت أكيد شو جينج مينج للمديرة جانج شاوي وعلقت لي عليا. وبيطنش تان تماما وبيقول للشو جينج مينج: تعال ورايا على غرفة التدريب. في غرفة التدريب المليانة أسلحة بيقول له العميد إنه شاف فيديو امتحان الفنون المقاتلة بتاعك وبيمدح مهارتك في القتال ودقتك في التصويب، بس قبل ما ياخد قراره بيقول له إنه لازم يشوف بنفسه قدرته من الفئة اس اللي هي رعد السماء الأرجواني الإلهي. شو جينج مينج بيهز رأسه بهدوء وبيبدأ يركز قوته، والبرق الأرجواني بيبدأ يلف حوالين دراعاته، وفجأة بيطلق انفجار ضخمة من الطاقة الأرجوانية والبيضة بيملى الغرفة وبيعمل ضي رهيب. العميد يانج جنتيان بيقف مبهور وابتسامة إعجاب بتظهر على وشه، بيقارن في باله بين القدرة دي وقدرته هو اللي من الفئة إيه، وبيفهم الفرق بين الفئة إيه وإس شبه مستحيل يتعوض. وبيشوف في شو جينج مينج موهبة ضخمة جدا، وبيقول في نفسه لو اتدرب بشكل صح مستقبله ممكن يوصل زي أو أكتر. بعد ما العرض بيخلص العميد بيقول له بابتسامة فخور: بالموهبة دي إنك تبقى تلميذي مش صعب. بس بعدين بيبقى جدي فجأة وبيقول له: بس لازم تبقى عارف إن ليا أعداء كتير جدا، وأنا ما أقدرش أضمن إنهم ما يحاولوش يأذوا تلامذي. لسه عايز تبقى تلميذي وإنت عارف المخاطر دي؟ من غير تردد شو جينج مينج بينزل على ركبه باحترام وبيقول بابتسامة قوية: أنا جاهز يا معلمي. وبيكمل بحماس: أنا دايما كنت معجب بالناس اللي قدراتهم عالية وبيوصلوا للقوة من خلال المعارك الدموية، وعدد الأعداء اللي غلبتهم هو أكبر دليل على عظمتك. العميد بيضحك بصوت عالي وفرحان بالإجابة دي، وبيقبله فعلا رسميا، وبيعلن: من النهاردة شو جينج مينج هو التلميذ رقم 23 وأول تلميذ عندي من الفئة اس. وبعدها بيديله أول هدية ليه، طريقة تدريب قدرات متقدمة اسمها طريقة التدريب على القدرات القصوى، وتقنية بدنية قتالية اسمها جسم الرعد الذي لا يدمر، والاتنين من اختراعه هو شخصيا. شو جينج مينج بيتصدم من قيمة الهدايا، خصوصا ان التقنية تطوير الجسم نادرة جدا وأغلى من أي تقنية عادية. العميد بيشرح له إنها طريقة 3 من أفضل الطرق في المدرسة كلها، بس أهم حاجة فيهم هي تقنية جسم الرعد الذي لا يدمر، ودي نتيجة شغله طول حياته. وبيكمل ويقول إنها معتمدة رسمياً من قاعتين كبار للفنون المقاتلة ومتسجلة كتقنية من الفئة اس. شو جينج مينج بيتجمد من الصدمة لأنه أول مرة يعرف إن في تقنيات بدنية من الفئة دي أصلاً، وبيفكر إن القدرات والتقنيات ليها تصنيفات من F لحد SSS، وكل ما الرتبة تعلى الإتقان بيبقى أصعب بس القوة بتبقى رهيبة. وبيحس قد إيه معلمه عبقري، لأن أغلب الأساتذة حتى لو في المستوى السابع بالكاد يقدروا يخترعوا التقنية من الفئة A، لكن ده اخترع واحدة من الفئة S. العميد بيشرح له أكتر: جسم الرعد الذي لا يدمر معمول مخصوص لمستخدمي عنصر البرق، وليه 13 مستوى. كل ما تتقدم جسمك بيتحول وبيبقى أقوى.
بس قبل ما تبدأ لازم تتقدم من مستوقظ لمستخدم قدرة حقيقي. وبعدين بيديله أول مهمة ليه: استخدم طريقة التدريب على القدرات القصوى علشان تحقق الاختراق الأول، ولما توصل للمرحلة الجاية ارجع لي وأنا هساعدك بنفسي تبني أساس جسم الرعد. شو جينج بينج بينخني بعمق وبيقول في نفسه: بجد وجود معلم بيوجهني فرق كبير جدا. العميد بيحكي له دافع شخصي إنه هو نفسه ما قدرش يوصل في التقنية دي غير للمستوى العاشر، وبيحط أمله كله في شو جينج مينج وبيقول له: لو أنا ما قدرتش أوصل لقمة السنتيق المنقتل فيبقى أنت أمل الأخير تثبت إن التقنية دي ممكن توصل للكمال. وعينيه بتنور وهو بيكمل: لو وصلت لأعلى مستوى فيها جسمك هيبقى خلد لا يمكن تدميره. ولما شو جين مينج بيهرج من عنده بيودع الخدم بابتسامة، وبيلاقي تان مينج يانج قاعد بره على السلم ماسك راسه في إحباط. شو جين مينج بيقرب منه وبيسأله: مالك؟ تان بيقول له بحزن إنه فشل في محاولة إنه يبقى تلميذ. كان لازم يوجه أحد التلاميذ الكبار للعميد والشرط إنه يهزه وهو بيستخدم 10% بس من قوته. تان حس إنها مهمة مستحيلة وخسر في النهاية. دلوقتي قاعد محبط وبص على شو جينج مينج وقال له: أكيد فشلت أنت كمان صح؟ العميد ده مش بيقبل بسهولة. وبنغمة مرة بيقول له: عايز تحكي لي شوية عن إخفاقاتي عشان تتعلم منها؟ شو جينج مينج بيقد بهدوء: مش محتاج، نجحت. الكلمة نزلت على تان زي صاعقة، وشه اتشوه من الصدمة وهو مش قادر يصدق اللي سمعه. ودي تبقى نهاية حكايتنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، واستنى الجزء الجاي.